الاكل البيتي وجماله. مفيش احلى يا جماعة من الاكل البيتي. هتروحي شمال، هتروحي يمين، هتروحي اي مكان، هتروحي عند حد زيارة، مفيش احلى من اكلك ونفسك في الاكل. تعالوا نقول بسم الله كده ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونعمل احلى صينية بطاطس بالفراخ في البيت. يلا نبدأ مع بعضينا كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا كده، انا بس بجرب لكم البطاطس داي بدوب مع شوية الرز. يعني ما شاء الله احلى اكل ممكن تاكليه. يلا نبدأ مع بعضينا. انا بقى هنا عندي كده كيلو ونص بطاطس، مقشراه ومقطعاه حلقات وغسلته غسلة حلوة، وحطيته في الطبق اللي على الرخامة قدامكم دوت. وكمان جبت بصلتين حلوين قشرتهم وغسلتهم برضو غسلة حلوة. اللي في الطبق الاحمر اللي في ايدي دوت دي فراخ انا كنت نقعاها في محلول الملح مع شوية خل ومية. سبتهم بقى بعد ما غسلتهم غسلة حلوة كده، اول ما جولي رحت نقعهم في المية بملح ديت وسبتهم شوية. وبعد كده هبدأ ان انا اشطفهم مرة واتنين عشان ينزلوا اي بقى حاجة فيهم، اي زفارة ولا الكلام ده، يبقى مفيهاش اي حاجة خالص. هنا بقى نطلع صينية كده. هنطلع الكبة الاول عشان انا في عندي طماطم حطها على النار بتتسبك بتتصلصل. تمام. كان عندي شوية طماطم كنت جايباهم للسلطة، وفضل يعني شوية كده حبيت ان انا اصلصهم عشان اعمل بيهم الاكل النهاردة. فخلاص هم خلصوا كده. هحط عليهم شوية مية وهغليهم غلوة على النار بعد ما افرمهم. طبعا الفراخ انا هحطها في مصفى وهسيبها تتصفى شوية. خلصنا الصلصة هطلعها بقى، اطلع بقى صينية واحط عليها البطاطس. بصوا البطاطس متقطعة حلقات عريضة. تمام. ومعايا بصلتين، واحدة هقطعها حلقات على البطاطس، والتانية هقطعها واحطها في الكبة مع التوابل هتبل بيها الفراخ. طيب ليه مثلا ما قطعتش البصلتين؟ عشان احنا بنحب البصل يبقى زيادة قوي في الاكل. يعني حتى السلطة بقطع عليها بصلاية كاملة. ممكن ناس ما بتقطعش بصل اصلا، وفي ناس بتقطع حتة صغيرة. لا انا بحط بصلاية كاملة. دي بقى طبعا بطاطساية كده نسيتها في وسط البطاطس، فرحت مقطعاها واحنا واقفين. هجيب بقى الكبة بتاعتي كده وهقطع فيها بصلاية. يعني ما تنقيش للطبخ والاكل ده بصل صغير، نقيه بصلاية كده حلوة كبيرة. هقطعها بقى حلقات وهحط شوية كمون، شوية فلفل اسمر، شوية توابل فراخ. بس توابل الفراخ هتبقى زيادة شويتين. هحط شوية بابريكا، هحط يعني بصوا حاجة كده على سن المعلقة جنزبيل مطحون، يعني اللي هو شعراية بسيطة قوي. وهحط طماطميتين هقطعهم برضو 4/4 كده واحطهم. طبعا لو انت عندك فلفل حامي اللي هو الشطة، عايزة تحطي 2 مفيش مشكلة. مش عايزة زي ما انا هعمل كده عشان الولاد مش هحط، فعادي يعني ده اختياري، انت بقى اللي تختاري. انا كده حطيت التوابل بتاعتي اهو. هجيب بقى كمان طماطميتين واحطهم. رشة جوز الطيب. طبعا التوابل انت ممكن تغيري فيها براحتك. في حاجات ممكن تشيليها وفي حاجات ممكن تزوديها. دي بقى اختياري زي ما احنا قلنا قبل كده، مفيش قواعد للاكل ده يا جماعة. دي سنة بابريكا. وادي الطماطميتين اهم هقطعهم وهحطهم. مش هحط طماطم اكتر من كده لان كده كده انا حاطه، يعني هحط صلصة على طماطم مسبكة على البطاطس نفسها. حطيت بقى شوية الملح بتوعي اللي يحيقوا البطاطس والفراخ في نفس الوقت، لان لو انتوا خدتوا بالكم انا ما حطيتش على البطاطس اي ملح. فرمت بقى التتبيلة بتاعتي دي فرمة حلوة كده. بصوا لونها عامل ازاي، وبتبقى ريحتها تحفة، وتخلي صينية البطاطس او الفراخ بتاعتك تجيب اخر الدنيا. ريحتها تقلب البيت من اوله لاخره.
هنزل بقى الفراخ بتاعتي دي كده، اشطفها شطفة حلوة واحطها في المصفى. بصي اشطفيها بقى الشطفة الاخرانية دي واحدة واحدة، يعني تطلعيها كده وتحت الحنفية تشطفيها وتطلعيها. ما شاء الله بصي بتلاقيها ولا فيها بقى ريحة زفارة ولا ريحة اي حاجة ولا الهوا. مع التوابل كمان اللي احنا بنحطها دي بتغير التست بتاعها خالص، وبتخلي الطعم طبعا وهمي. وغير كده يا جماعة، مهما تجيبي اكل من الشارع، مهما تعمل، يعني انا اليومين اللي فاتوا دول مش هضحك عليكم، جبت كذا مرة اكل من الشارع لان كنت مشغولة اليومين اللي فاتوا دول. فعايزة اقول لكم والله 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 لو تشوفوا العيال نفسها على الاكل، لا النفس بتبقى رايحة للاكل البيتي اكتر، يعني كله خير وكله فايدة وكله صحة. ومش عارفة، بس هو سبحان الله ربنا بيبقى مبارك فيه. هدلق بقى الطماطم اللي انا سبكتها ديت كده على وش البطاطس. طبعا انا عاملاها لسه دلوقتي، لكن انت ممكن لو انت عندك طماطم متسبكه من قبل كده حطيها. إيه ما عندكيش 3 4 طماطميات كده اضربيهم في الخلاط وادلقيهم عليها. طب ما عنديش ولا ده ولا ده، قطعي 3 4 طماطميات وحطيهم على وش البطاطس. يعني بصي ممكن تعمليها من غير طماطم خالص. هتبل بقى حتة حتة كده من الفراخ وابدأ ارصهم على الصينية من فوق. طبعا انا معايا 1.5 كيلو بطاطس، حطيت عليهم فرختين كاملين. الفرختين دول هيفضل منهم طبعا لتاني يوم، انا ده متأكدة منه. هبدأ بقى ان انا كده اظبط الدنيا عندي. الفراخ اتبلها تتبيلة حلوة. التتبيلة دي مش هتخليكي تحتاجي ان انتي تحطي ملح للبطاطس، وفي نفس الوقت لان كده كده الفراخ هتسلي وهتنزل على البطاطس الدهون والمية بتاعتها. الصينية دي انا ولا بحط عليها سمنة، تمام، ولا بحط لها اي مية. هي الفراخ بتنزل المية بتاعتها وبتسلي الدهون بتاعتها، بتسوي الفراخ البطاطس وتخليها زي السكر جميلة منها فيها، يعني مش محتاجين اي دهون تاني. هي كده حلوة قوي. عارفين اللي هيجنني ان انا ما بحطش دهون اساسا، يعني المادة الدهنية دي انا ما بحطش مادة دهنية كتير ومع ذلك بنتخن. احنا بنتخن من الهوا يا جماعة، ملهوش اي علاقة خالص بالدهون اللي احنا بناكلها. احنا بنتخن من لا شيء. هجيب بقى ورق فويل كده وابدا ان انا ادي ورقة فويل من فوق على الصينية. لو انتوا خدتوا بالكم انا ما حطيتش طماطم، صلصة طماطم على الفراخ. ليه؟ لان الحقيقة انا كلتها عند كذا حد، يعني انا ما عملتهاش ابدا في البيت عندي بالطريقة دي. يعني ما حطيتش طماطم من فوق ابدا على على الفراخ، لاني كلتها عند كذا حد وحسيت ان الفراخ زفرة. فما اعرفش بقى هل هي بسبب الطماطم اللي محطوطة من فوق، ولا هي الفراخ اللي ما كانتش يعني مغسولة حلوة او نظيفة، مش عارفة. فانا طبعا عشان ما تعرضش الموقف زي ده ولا احط نفسي فيه، لان احنا بنقرف جدا، فبتلاشى ان انا احط صلصة طماطم من فوق الفراخ. يعني عارفين لما تاكليها عند كذا حد والكذا حد تلاقيها زفرة، فاكيد مش كل الناس دي مش نظيفة، يعني اكيد في حاجة غلط. فانا شايفة ان الحاجة الغلط دي هي الصلصة نفسها. انا هنا بقى حطيت الصينية بتاعتي خلاص كده في الفرن، وشلت الكبد والقوانص. ساعات بحب اشيلها كده ما بحطهاش في الصينية، بحب احطهم في اكياس كده زي ما انتوا شايفين، كيس 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 كيس، واجي مرة واحدة اروح مجمعة كل ده واعمله اكلة لوحده. وساعات بستسهل واروح حطهم في الصينية وخلاص على كده. طبعا دي كنت مواعين من قبل ما افتح الفيديو، كنت غسلتها وحطيتها بقى على الرخامة كده تتصفى. فهبدأ بقى ان انا ارصهم بقى عشان ما يبقاش عندي اي كركبة في المطبخ ولا اي حاجة. مجرد ما هدخل يعني هخرج من المطبخ ومعايا الاكل بتاعي، خلاص المطبخ رايق، يبقى يا دوبك هما بس الحاجات اللي بنعمل فيهم الاكل دول
هما اللي متوسخين او اللي غرفت فيهم الاكل. هنروق بقى حوالينا كده، مش عايزين نسيب كركبة، مش عايزين نسيب حاجة، يعني احنا في الشتاء مش عايزين اي كركبة خالص. طبعا انا من الناس اساسا اللي على قد ما بتحب الشتاء على قد ما انا بسقع جدا جدا جدا، انتوا مش متخيلين. هغسل بقى كمان بقية الحاجة اللي عندي ديت اللي انا وسختها وانا واقفة بعمل الاكل، هغسلهم واحطهم اصفيهم كده علشان نعمل بقى شوية الرز الحلوين. طبعا احلى حاجة ان انتي تغسلي المواعين اللي عندك اول باول، وما تسيبيش اي حاجة في الحوض خالص. يعني انا عايزة اقول لكم بعد الغدا كان مش عندي اي حاجة مكركبة غير بس الاطباق اللي كان فيها السلطة، الطبق اللي كان فيه السلطة، والطبق اللي كان السيرفيس ده اللي انا غرفت فيه الرز، وكمان المعالق اللي كلنا بيها. يعني انتوا متخيلين اللي هو مفيش كركبة مواعين. وزي ما انتوا عارفين طبعا احنا بناكل في يعني في اطباق كلنا كده مع بعضينا، ما بغرفش كل واحد اكله لوحده. مش حابه انا الحته دي خالص، لاني شفت كذا حد يعني عارفين اللي هو ايه، ولادهم كل واحد بياكل في حته، اللي هو هاخد طبقي طب وادخل جوه. لا انا مش عايزه كده. لكن لما تحط لهم في سيرفيس واحد، في ناس هتقولك توفير مواعين، توفير مواعين كمان. معلش الوقت اللي انا هقف اغسل فيه كل المواعين ديت، لا هقعده مع ولادي. ليه اقف كل الوقت دوت؟ لما يكون عندي ضيف ماشي هعمل كده، وهفرش اكل كتير وهحط اطباق كتير، وهبقى مضطرة ان انا لازم اعمل سفرة حلوة. لكن لو انا في الايام العادية بتاعتي، ليه ما اتجمعش انا وولادي اكل في طبق واحد مع بعضينا؟ حتى ما يقدرش ابنك او بنتك يقولك ماما طب انا اخد طبقي وادخل جوه. صح ولا غلط؟ لكن لو العيل خد على ان هو بياكل لوحده، خلاص اللهم ان احنا لما نكبر مش هنلاقي حد حوالينا من ولادنا. فلا خليهم كده ملمومين حوالينا، وربنا يفرحنا بيهم يا رب. هنا بقى انا طلعت الشعرية وطلعت حلة علشان اعمل فيها شوية رز. هنعمل شوية رز بشعرية جنب الاكلة ديت. انا عايزة اقول لكم انا بقالي كتير جدا 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 ما عملتش بطاطس بالصلصة، على طول بعملها لهم بيضة. فقلت المرة دي لا، انا بما ان انا واقفة بسبك طماطم، فقلت اعملها واعمل بيها البطاطس على طول. يعني مش هتاخد وقت، مش هضطر ان انا اطلع كيس طماطم من الفريزر وافكه. لا، بما ان انا عندي شوية طماطم كانوا في التلاجة واستووا، ما يعني ما عملتهمش للسلطة، استووا بسرعة، فقلت استفيد بيهم. طبعا مش هستنى عليهم، بغسلهم غسلة حلوة واروح حطاهم في اي حاجة كده. زي ما انتوا شفتوا انا كنت حطاهم في اللبانة، واروح حطاهم على النار، ما بياخدوش اي حاجة. انا هنا حمرت بقى الشعرية بتاعتي ونزلت عليها الرز بعد ما غسلته غسلة حلوة. بصوا الاكل ولا خد اي وقت خالص. اللي هو صينية الفراخ بتستوي في الفرن، بتاخد حوالي تقريبا نقول ساعة في الفرن. في ناس بتعمل بقى حاجة انا ما بحبش اعملها الحقيقة، بيولعوا على الصينية من فوق، يعني يدوا شوية مية كده لصينية البطاطس من تحت، وبعد كده يولعوا عليها البوتاجاز من فوق، واول ما تبدأ تدخل البطاطس على السوا يروحوا مزقينها في الفرن. تمام. انا ما اعرفش، انا مش بحب اعمل كده، بحس ان الموضوع لا مختلف في الطعم تماما. يعني الطعم بيختلف خالص. لكن كده هي بتاخد غاز، بس الصينية بتاعة البطاطس تحب تاكليها يعني لحد اخر حباية هي والفراخ، تحس ان طعمهم ما شاء الله. لان في ناس بتقرف من اقل حاجة، فاحنا من الناس دي للأسف. بس هنا كده بقى، حتى بصوا ما سبتش حتى المكيال دوت اللي انا غسلت فيه الرز، اللي هو مش هنخلي اي حاجة حوالينا. انا كده الرز على النار والبطاطس في الفرن، هقف اعمل شوية السلطة دول بقى بره، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا طبعا هاخدهم واطلع بره
وهرجع لكم بحاجة تانية. لا لسه ما رجعتش بيها. هقطع بقى بقية الخيارة دي. دخلت بقى اكمل السلطة بتاعتي جوه عشان احيقها واطلع شوية مخلل. عايزة اقول لكم الليفت بتاعنا اللي عملناه مع بعضينا تقريبا خلص نصه. انتوا متخيلين؟ ركننا الزيتون على جنب وبقينا ناكل لفت يعني. ما شاء الله علينا. حتى مع السلطة، يعني احنا بيبقى عندنا سلطة، بس مع ذلك انا ببقى حاطة لفت جنب الاكل، بيبقى حلو قوي. طبعا مش هحط ايدي جوه العلبة كده، لا هلبس جوانتي كده من اللي احنا اتفقنا بقى ان احنا نبقى جايبينهم كده للمخلل والحاجات دي. هلبس واحد وهحط ايدي بقى ايه، اقلب المخلل تقليبة كده الاول حلوة، وبعد كده اخد شوية في قلب الطبق. الاكياس بتاعت الجوانتيات دي يا جماعة متوفرة في كل حتة. يعني بصوا مفيش ارخص منها. كيس ب5 جنيه مليان وما شاء الله، ويقعد معاكي شهر كامل. اهو بصوا، هطلع كده بقى شوية واحطهم في قلب البرطمان، في قلب الطبق قصدي. شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله اللون بتاعه بقى زي الفل. الناس اللي هتقولي اللون بتاعه كده ازاي، من البنجر يا جماعة. حطيت بنجرتين، وعايزة اقول لكم يعني بنجرتين ما كانوش من جوه حمر قوي، يعني تقريبا ما كانوش مستويين قوي ولا ايه بقى، مش عارفة. ما شاء الله خلوا اللون بتاع اللفت كأنك جايبة اللفت في مطعم سوري بقى وشاورما والكلام ده. تاكلي بقى جنب شاورما، جنب اكل زي ما احنا عاملين كده، تعملي شوية ملوخية وتقعدي تاكلي جنبيها لفت، يعني احلى اكل ده. اقلب بقى السلطة بتاعتي. السلطة انا حطيت عليها بس ملح وخل وبس على كده. جبت بقى انا 2 كيلو فراولة كده، بما ان انا مش عارفة الفراولة دلوقتي عاملة ازاي، فجبت 2 كيلو كده قلت اجربهم. هي على قد ما هي مش حمرة قوي، بس هي مسكرة، يعني ما شاء الله سكرها حلو. فجبت 2 كيلو كده، طبعا العيال نفسها فيها، فقلت اعملها لهم. ما قلت الاول هعملها لهم فروت سلطات، اللي هي سلطة الفاكهة. كلهم اجمعوا على ان لا احنا عايزين ناكلها كده. فقلت خلاص، هم طلبوها مني بقالهم اسبوع بيتحايلوا عليا عليها، وانا الحقيقة ما كنتش لاقياها. فوصيت الراجل الخضري اول ما يجيبها يبعت لي منها 2 كيلو. وطبعا الفراولة غالية، غالية قوي كمان. الكيلو ب20 جنيه، فلسه ما رخصتش طبعا. نستنى عليها شوية ونبقى نفرز زي السنة اللي فاتت كده شوية في الفريزر، للعصير بقى، لان انتي تعملي بقى مثلا جيلي منها، تعملي حاجة حلوة منها. كل الكلام ده نفعتني السنة اللي فاتت الحقيقة، يعني السنة دي كلها لما فرزت السنة اللي فاتت نفعتني السنة دي كلها. كنا على طول بنعمل عصاير وبنعمل حاجات. بصوا ما شاء الله، يعني العيال كانوا فرحانين بيها جدا، وزعلوا قوي لما خلصنا الفاكهة اللي انا كنت مفرزاها. والناس اللي خايفة تفرز موز، هو الموز حلو بس يعني ما بيبقاش بنفس الطعم بتاعه اللي بتجيبيه. طبعا هو انتي القشرة بتاعته مسافة ما بتحطيه تاني يوم بتلاقي هو بيتحط بقشرته، ما بيتقشرش ويتحط، لا هو بيتحط بالقشرة بتاعته. اما بتيجي تطلعيه بتطلعيه على الخلاط او الكبة على طول، يعني ما بتسيبيهوش بره لحد ما يفك، لا هتطلعيه هتحطي عليه لبن وتحطيه على طول في الكبة وتديله ضربة كده، هيبقى حلو وجميل وزي الفل. ممكن برضو فراولة وموز ولبن يتحطوا مع بعضيهم، برضو هيبقوا طعمهم حلو جدا. بس انا يعني ايه، حطيت طبق واحد، وعن نفسي لما هاجي افرز فاكهة تاني مش هعمل اكتر من طبق واحد. الطبق ده كان حوالي تقريبا كيلو موز، مش هعمل اكتر من كده. لان الموزاية الواحدة كانت بتكفيني شفشق عصير كامل. ليه بقى معرفش، يعني كان بيتقل كده بطريقة غريبة، يعني مش عارفة ليه. بس كان حلو ما شاء الله وجميل. البرتقال ما عجبنيش خالص في التفريز طبعا، لانه بيرسب كده ويسيب المية بتاعته من فوق،
فقلت لا هعمله مع حاجة. يعني انا كنت عاملاه لوحده، وعاملاه مع الجزر وعملت اللي مع الجزر كان تحفة. يعني حتة ان انا افرزه لوحده دي لا، هعمل معاه الطبق بتاعه هيبقى محطوط فيه جزر. تعالوا بقى نغرف بقى الاكل بتاعنا الجميل دوت كده. طلعنا سرفيس وهنغرف فيه الرز، بما ان الرز بتاعنا كان استوى وحطيناه على جنب. انا نزلت الصينية بتاعت الفراخ بتاعتي بعد ما استوت، نزلتها من على الشبكة، حطيتها على الارضية بتاعت الفرن. هتقولوا لي ليه؟ عشان انا ما بحبش المية فيها كتير، فمتخيلين عايزاها تنشف بقى يعني خالص، ما يبقاش فيها مية كتير، يبقى حاجة قليلة جدا على قد الاكل. هنا بقى خلاص كده سرفيس الرز ده. طبعا احلى شوية رز بالشعرية تحبي تاكليهم في بيتك. في ناس كتير قوي بتجيب الحاجات دي من بره وبتاكل اكل تيكاواي، بس والله يا جماعة الاكل في البيت احلى بكتير جدا، يعني في حتة تانية خالص. طبعا انتوا خدتوا على ان انا بقعد اتكلم في اخر الفيديو كده، لان هم كلهم بيبقوا واقفين ورا الكاميرا. انا عايزه اقول لكم ولادي كلهم بيبقوا واقفين ورا الكاميرا مستنيين الاكل يتغرف. انتوا متخيلين؟ يعني ما شاء الله عليهم. بيبقوا من كتر ما الريحه عجباهم بيبقوا واقفين هيجننوا على الاكل. طبعا انا غسلت الفراوله بتاعتي غسله حلوه مره واتنين، وحطيتهم في المصفى، وحطيتهم على الرخامه هنا كده في الطبق الاحمر عشان يصفوا الميه اللي فيهم خالص. بصوا الصينيه ايه الجمال ده، يعني مش قادره اقول لكم، جمال وريحه وطعم حاجه تانية. طبعا بصوا هي الفراخ احمرت من فوق زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاجه بقى ان انا احط عليها الصلصه، هي ما شاء الله هي كده فله، مش محتاجه اي حاجه تانية. بصوا الريحه مش قادره اقول لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا الاكله ممتازه، ويا رب تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.